والملاعب كيفاش غيوليو ملاعب عالميه كتبنى في المغرب، ملاعب الملاوي ماشي عالميه. الا كان كيجيك هاد الديزاين زوين راه ما كاين حتى شي فرق بينك وبين داك اللي كيشرب حليب باللويزه في القهوه. هذا اللي اكسبتا وسنا على هاد التصاميم الجديده ديال الملاعب طنجه مراكش اكادير وفاس. سير اخويا الله ياخذ فيك الحق، كون غريبتو التيران كامل وبنيو واحد جديد وما ديروش هاد التلوث البصري. هما في مدينه سيفيا في اسبانيا احدا داروا تجديد الملعب اولمبي، والله تتحشم تقول عليه كان فيه مضمار العاب القوى. شوف التيران معايا كيفاش طلع. واللي ما بغاتش تفهم لي انا اش ناقصنا باش نطلعوا تيران بحال هذا، كتخليونا نهضروا اصاحبي حتى كتنشفوا لينا فمنا. شوف معايا غير التيران ديال طنجه نكونوا صريحين، شوف كيطلع. عييتي ما تقاتل وعييتي ما تصمم وعييتي ما تريب وتبني، وفي الاخر شوف النتيجه، الجمهور باقي بعيد كيلومترات على المستطيل الاخضر. هادشي هذا هضرت فيه في واحد الوقت، الدراري القدام راه عارفين فاش يلاه طلع الديزاين لوفيسيال ديال تجديد ملعب طنجه في الانترنت. ونفس العيوب اللي طلعت في ملعب طنجه غادي نعاودوا نشوفوا التكرار ديالها في ملعب فاس مراكش واكادير. انسبيرا شويه وبركه من تخرج العينين. وغنقل كتعرف نقل على الله تصدق لك شي لعيب. وظفوا الشباب وعطيو الملاوي التقاعد يمشي يرتاح. راه باش تعطاك ميزانيه على قدها باش تشدد الملاعب وتطلع ليا بديزاين فحال هذا، راه ما عليا غير نقول لك راك كتخور. قريب يجي العالم كامل و2030 راه ما بقى لا والو، يخراو علينا بالضحك الحمقونا يحرق.